وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان عاوزين نوصل 200 ألف مشترك في أسرع وقت. صلوا بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة باللواء قادر واللي بيكون ضابط باكستاني وعند الدكتور بتاعه، وبيعرف قادر إنه مش هيقدر يعيش غير 3 سنين بسبب مرض السرطان، ووقتها بيتضايق إن المرض بينتشر في جسمه وهيموت. وأثناء ما بيتكلموا بيسمع قادر نشرة الأخبار وبيعرف إن الهند أصدرت قرار خطير، وهي إنها تستولى على منطقة اسمها كشمير ودي تبقى تبع باكستان. وهنا بيتعصب قادر وبيقرر إنه يتفق مع الشيطان علشان يقضي على الهند، والشيطان ده يبقى شخص اسمه جيم. فبيتصل قادر على جيم وبيطلب منه يدمر الهند، وبيرد عليه جيم وبيعرفه إنه لو ابتدى في تدميرها محدش هيقدر يوقفه، وده اللي بيبقى قادر عايزه، وبيقول له يبدأ في أسرع وقت. فبيوافق جيم لكن بيقول له يديله شوية وقت علشان يقدر ينفذ المطلوب. وبعد 3 سنين بنروح لمكان معين في قارة أفريقيا، وبنشوف رافي مساعد جيم وهو واقف مع فياض تاجر الأسلحة، وبيتفق معاه على الصاروخ اللي جيم طالبه، وده بيبقى مواصفاته خاصة جدا. فبيقول فياض لرافي إن الصاروخ مفيش حد هيقدر يعرف مكانه ولا يقف قدامه، وبيشبه فياض الصاروخ بالجن اللي بيخرج من الجحيم. فبيرد عليه رافي وبيعرفه إن جيم هيبلغه بالمكان اللي هيسلمه له فيه. وهنا بيستغرب فياض علشان جيم مش واثق في رافي ومش راضي يعرفه بالمكان اللي هيبعت عليه الصاروخ. فبيضحك رافي وبيعرفه إن جيم ما بيثقش في أي حد. وأثناء ما بيتكلموا بيجري واحد من رجالة فياض عليه وبيعرفوا ان في واحد بيسأل عن رافي، وهم دخلوه اوضة الترحيب لحد ما يعرفوا هو مين. وبنشوف اوضة الترحيب اللي بيبقى فيها واحد من رجالة فياض وبيفضل يضرب في الشخص ده لحد ما بيتعب من الضرب. فبيدخل رافي وفياض عليه وبيسألوا رافي انت مين، وهنا بيتكلم الشخص، واول ما بيسمع رافي صوته بيستغرب وبيعرفه انه بصان. فبيقول له رافي ازاي انت لسه عايش، وهنا بيبص له بصان بقوة وبيسأله عن مكان بنت اسمها رباعي. فبيضحك رافي عليه وبيقول له لسه قلبك بيوجعك علشان حب حياتك سابتك وهربت. وبيطلع رافي المسدس وبيحطه على راس بصان وبيعرفه انه مش هيقدر يوصل لرباعي، لكن فجأة بيفك بصان ايده وبيضرب رافي برجله يوقعه على الارض. فبيهجم رجالة فياض على بصان، لكن بصان بيقدر انه يضربهم كلهم بطريقة جامدة، وبيقرب بصان من رافي وبيفضل يضرب فيه بمنتهى القوة. فبيهجم واحد تاني من رجالة فياض عليه بالمسدس وبيمسك بصان ايده يكسرها وبياخد منه المسدس اللي بيبقى طاير في الهواء، وبيضرب بصان كل واحد من رجالة فياض بالمسدس يخلص عليه، وبيرمي رجالة فياض على بصان قنبلة. فبياخد بصان رافي وبينط من المكان قبل ما ينفجر، وبيضرب كل رجالة فياض بالنار، وبيربط رافي بحبل في طيارة هليكوبتر وبيركب بصان الطيارة علشان يطير بيها، لكن رجالة فياض بيقفلوا كل الأبواب. فبيضطر بصان إنه يخرج من سقف المكان، وكل ده ورافي متعلق في الطيارة. بعدها بنروح لديلهي في مقر جوكر، فبنشوف الشرطية نانديني لما بينادي عليها المساعد بتاعها أمول، وبيعرفها ان الكاميرات عرفت مكان روباي في فرنسا وهي في محطة المترو، وبتأمر نانديني المساعد بتاعها انه يفضل يجهز الفريق ويفضل يراقبها من بعيد ومن غير ما يتدخل. وبتطلب نانديني من السكرتيرة بتاعتها تحجز الطيارة الخاصة بسرعة. بعدها بنشوف نانديني مع أمول وهم في الطيارة، وبيطلب أمول من نانديني تحكي له عن بصان بعد ما سمع عنه ان الناس كلها بتخاف من اسمه ومحدش حتى بيرضى يتكلم عنه. وبتعرفه نانديني ان بصان كان الضابط الأساسي للمقر بتاعهم، ولولا ما كانش فيه أساسا مقر. وبنعرف إن بصان هو صاحب فكرة تأسيس مقر جوكر، وبتحكي له إن في الماضي قبل 2 سنين انصاب بصان في مهمة إصابة خطيرة وفضل في المستشفى الأسابيع لدرجة إن الكل افتكر إنه مات. وبنروح للمستشفى العسكري الهندي لما بتدخل نانديني على بصان أوضته، وبتتصدم لما بتلاقيه واقف بيتمرن ولا كأنه كان تعبان. ووقتها بيعرض عليها بصان فكرة مقر جوكر، وده بيبقى عبارة عن مجموعة ضباط كانوا في الخدمة وتقاعدوا بسبب إصابات بتمنعهم من الشغل، لكن حبهم لبلدهم بيخلي عندهم الشجاعة لحماية بلدهم والموت علشانها. فبتعرفوا نانديني إنه محتاج موافقة من رؤسائه وكمان شوية إجراءات روتينية، وبيروح بصان يكتب اسم جوكر على السبورة، وبيعرفها إنه هيبقى مقر للعمليات السرية. وبيطلب بصان من نانديني تمسك رئيسة المقر. بعدها بتقدر نانديني تقنع رؤسائها، وبتروح هي وبصان يقابلوا فريق جوكر
اللي تكون من 3 شباب وبنت، واي مهمة صعبة هيدخلها فريق جوكر مفيش قواعد هتقدر تمنعهم ولا حتى العقيد لسرا. بعدها بتشوف نانديني العقيد لسرا وهو واقف بيتريق على المقر، وبيقول لنانديني مساحة الارض اللي اتبنى عليها المقر كان ممكن يستخدموها نادي ترفيه للظباط. فبتتعصب نانديني من طريقة كلامه، ولما بيقول لها ان ظباط الجوكر مش اكتر من مهرجين بتضايق اكتر وبتضربه بالقلم. لكن بتتفاجئ ان لسرا بقى هوا، وبتعرف انه برنامج اخترعه واحد من ظباط الجوكر اسمه ريشي. فبتتكسف نانديني وبتعرفه انها كانت متأكدة ان اللي بيحصل مش حقيقي وانهم بيضحكوا عليها، لكن عملت نفسها بتمثل علشان تشوف اخرهم. وهنا بيوصل العقيد لسرا، فبيضغط باسان على زرار الجهاز بيخفي لسرا المزيف، وده علشان يشوف رد فعل نانديني. ولما بيقرب لسرا من نانديني بتفتكر ان باسان بيكمل في كدبته، وبتفضل تتريق على شكل جسم لسرا، واول ما بتلمسه بتنصدم لما بتتاكد انه العقيد لسرا فعلا. فبيتعصب لسرا عليهم وبيقول لهم انه كان عنده حق لما قال عليهم شويه مهرجين، وبيسيبهم وبيمشي. وبينادي عليه باسان علشان يثبت له عكس كلامه، وبيعرفوا ان في طياره انفجرت ومات فيها 144 شخص، وبعدها اعلنت داعش مسؤوليتها عن الانفجار. والسفينه اللي دمرها قراصنه الخليج والهجوم الكيميائي اللي حصل في اليابان. فبيرد عليه لسرا وبيعرفه ان عنده علم بكل الجرائم اللي بتحصل حواليهم، وعارف ان الطائفة 1000 اليابانية هي اللي ورا الهجوم الكيميائي اللي حصل في اليابان. وبيعرفوا باسان ان معلوماته غلط، علشان مش الطائفة 1000 اللي ورا الهجوم ولا حتى داعش، واللي نفذ الهجوم طلب المساعدة من جماعة إرهابية. فبيتريق لسرا على باسان وبيقول له يعني الجماعات الإرهابية كمان بقوا بيشاركوا في عمليات الهجوم مع ناس تانية، وحتى لو كلامه حقيقي دي مشكلة الشرطة الدولية في الهند. فبيرد عليه باسان بانه غلطان علشان الهجوم اللي جاي هيستهدف الهند. ووقتها بيعرفوا انهم اكتشفوا ان في جماعة على الانترنت المظلم اسمها اوتفيت اكس بيخططوا لاكبر عملية هتحصل في دبي، لما هيروح 2 من علماء الهند علشان يحضروا المؤتمر العلمي الاسيوي ويمثلوا دولة الهند. ومش بس كده، الرئيس الهندي هيحضر المؤتمر وهيقول كلمة الافتتاح. فبيقول لهم لسرا ان معنى كلامهم يبقى الهدف الجديد اختيار رئيس الهند، ولازم يبدأ يزود عليه عدد الحراس ويغير الطريق اللي هيمشي منه. ووقتها بيطلب باسان منه يشارك هو وفريقه في حماية الرئيس ويسافروا دبي. فبتحاول نانديني تقنع لسرا يسلم باسان مهمة التخلص من جماعة اوتفيت اكس. بعدها بنروح لدبي لما بيكلم لسرا باسان وبيعرفوا انهم حققوا في معلوماته ولقوها كلها غلط. ولما فتشوا الطريق اللي هيعدي منه الرئيس ملاقوش متفجرات ولا حتى قناصين، ومفيش اي حاجة يخافوا منها. فبيأكد له باسان ان معلوماته كلها صح، وبيسألوا عن العالمين اللي كانوا مع الرئيس. فبيرد عليه لسرا انه ساب العالمين لوحدهم وامن الرئيس علشان قوات الامن القومي تركز مع الرئيس. وهنا بيكتشف باسان ان الهدف هو العالمين. في نفس الوقت بنشوف العالمين سهاني وفاروق وهم في العربية وفي طريقهم للمؤتمر، وفجأة بيطلع جيم قدام العربية بصاروخ ولابس قناع. فبيضرب جيم الصاروخ على العربية اللي بتحرس العلماء وبيفجرها. ووقتها بيوصل لسرا خبر ان العلماء اتعرضوا لهجوم. فبيتصل لسرا على باسان علشان يلحق العلماء، وبيطلب منه باسان يعرفوا مكان العلماء بالظبط علشان يروح لهم. وبيخطف جيم ورجالته العلماء وبيعرفوهم انهم في مشكلة كبيرة. وبتبعت السكرتيرة لباسان مكان العلماء، وبسرعة بيروح للمكان. وبيقدر باسان انه يقرب من عربية جيم وبيخبطه بالعربية، لكن جيم بيبقى اقوى وبيخبطه بعربيته يدخل باسان في طريق تاني. وبيفضل باسان ماشي في طريقه بيدور على عربية جيم، وفجأة بيجي جيم من طريق تاني وبيخبط باسان بالعربية يقلبها. وبينزل جيم من العربية وبيروح لباسان وهو بيصفر ومبسوط. فبيقول له انه كان نفسه يشوفه من زمان. ووقتها بيعرفوا باسان انه سمع عنه في قسم البحث الجنائي. وبنعرف وقتها ان جيم كان من افضل الضباط في قسم البحث الجنائي، واتقال انه مات في مهمة بطل وسلموه وسام الشجاعة. فبيبص له باسان وهو مصدوم وبيسيبه جيم وبيمشي، لكن بيضرب نار على بنزين العربية قبلها. وبيحاول باسان انه يخرج من العربية ويخرج اصحابه، لكن ما بيقدرش يخرج غير واحد بس، وريشي بتنفجر بيه العربية. وبنشوف طيارة هليكوبتر فوق عربية جيم بينقل فيها سهاني. وفجأة بيظهر باسان بطيارة هليكوبتر وبيقدر انه ينقذ العالم فاروق وياخده في طيارته،
وبيربط باسان الطيارتين بحبل وبيهجم باسان على جيم، وبيقفوا يضربوا بعض فوق العربية وهي ماشية بطريقة خطيرة، وبيطلع جيم سكينته وباسان مسدسه وبيفضلوا يحاربوا بعض. ووقتها بيؤمر لسرى رجالته يقفلوا الطريق فبتنقلب العربية، لكن باسان وجيم بينطوا منها ويمسكوا في الحبل اللي بين الطيارتين لحد ما بيقعوا على عربية تانية وبيكملوا ضرب في بعض. وبيمسك جيم الحبل اللي بين الطيارتين يربطه في العربية، فبيمسك جيم في الحبل اللي في طيارته وبيهرب من باسان. بعدها بيرجع باسان للمقر وبيجتمع مع لسرى ونانديني، وبيعرف باسان وقتها من لسرى حقيقة جيم، وانه لما كان بيشتغل في قسم البحث والتحليل في الهند وكان من افضل الضباط، في يوم خطف القراصنة الصوماليين العمال اللي كانوا بيشتغلوا في شركة الغاز والنفط، وقدر جيم انه يقاتل القراصنة وقتها وينقذ العمال لوحده. ومن وقتها بقى قرر القراصنة الصوماليين دول انهم ينتقموا من جيم، وفضلوا يراقبوا كل تحركاته لحد ما خطفوه هو ومراته الحامل. واتصل قائد القراصنة على لسرى وطلب فدية 100 مليون مقابل انه يسيب جيم ومراته، لكن لسرى رفض انه يتفاوض مع القراصنة ويدفع الفدية. فقتل قائد القراصنة مرات جيم بالنار في بطنها وهي حامل قدام عينيه، وده سبب كره جيم للهند وانتقامه منها. ولما ما قدروش رؤساء الهند يوصلوا لجثة جيم افتكروه مات، وكلموا واحد من قرايبه وسلموه وسام الشجاعة لجيم. فبيتضايق باسان من اللي سمعوا عن قصة جيم، وبيسأل لسرى عن السبب اللي خلاهم ما يدفعوش الفدية، وبيرد عليه لسرى بانهم ما بيدفعوش فلوس غير للضعفاء اللي ما بيقدروش يدافعوا عن نفسهم. فبيرد عليه باسان بان جيم هيخلي الهند كلها تركع تحت رجليه. بعدها بيفضل باسان وفريقه يبحثوا عن اي معلومات على الانترنت المظلم لحد ما بيوصلوا ان في كلمة بتتردد كتير اسمها راكتبيج، بس ما بيبقوش عارفين معناها، وبتيجي تحويلات من دكتورة باكستانية اسمها رباي عايشة في لندن، ومحدش عارف هي بتشتغل مع جيم ولا لأ. واخر مرة دخلت على النت كان من ساعتين لما حجزت تذكرة سفر لاسبانيا. فبيقرر باسان انه هيسافر وراها اسبانيا، ولما بيوصل باسان اسبانيا بيشوف رباي وهي بترقص وبتغني على حمام السباحة، وطبعا اول ما بيشوفها بينسى نفسه من جمالها. وبيفضل باسان يمشي وراها لحد ما بتنزل حمام السباحة وبيشوف جيم معاها، وهنا بنعرف ان رباي بتشتغل مع جيم. فبيلاقي باسان نفسه متحاصر برجالة جيم، ووقتها بيعرفوا جيم على فريقه اللي بيبقى عبارة عن واحد كان بيشتغل عميل للمخابرات الأوكرانية، والتاني عميل سابق في المخابرات الإيطالية، والتالت بقى عميل سابق في المخابرات المركزية، نخبة العملاء يعني. وطبعا الأخيرة رباي عميلة سابقة في المخابرات الباكستانية، والفريق كله وكالة للمخابرات السرية اللي بتخص جيم. وعشان مش ناقص جيم غير عميل من الهند بيعرض على باسان انه ينضم لفريقه ويكملوا بعض، لكن باسان طبعا بيرفض وبيعرفه انه جاي عشان يدفنه في حفرة عبارة عن مترين. فبيضحك جيم وبيعرفه ان في الهند قبر باسمه، ودي الحاجة الوحيدة اللي الهند بتقدمها لهم بسهولة. ولما بيصمم باسان على رفضه بيأمر جيم فريقه يخلص على باسان، وبيسيبه وبيركب طيارته وبيمشي. ووقتها بيبدأ فريق جيم يهجم على باسان علشان يقتلوه، لكن المفاجأة ان رباي بتكسر الكاس اللي في ايديها وبتهجم على فريق جيم تضربه واحد ورا التاني. وبيقف باسان في حالة ذهول من قوة رباي، وبيقدر باسان انه يفك ايده ويضرب واحد من فريق جيم كان هيموت رباي. وبيعرف باسان وقتها من رباي انها لسه شغالة مع المخابرات الباكستانية، وبتوصل مجموعة تانية من رجالة جيم بيضربوا نار على رباي وباسان. وهنا بتنصاب رباي بطلقة في بطنها، واول ما بيشوفها باسان بيتجنن وبيضرب نار على كل رجالة جيم يخلص عليهم، وبيطلع هو وهي ينطوا في البحر. بعدها بنشوف رباي وهي بتحلم بأبوها وهو بيتقبض عليه وبيتعذب، فبتقوم من النوم مفزوعة، وبيبقى باسان واقف مستغرب انها نايمة بقالها 18 ساعة وهي بتنادي على ابوها، وبيعرفها انه طلع لها الرصاصة من بطنها وكمان عالج لها الجرح. وهنا بتقوله رباي ان ابوها كان صحفي في الشرق الاوسط، وعشان كان بيدور ورا الناس الكبيرة اتعرض للتعذيب بعد ما اتقبض عليه. وبعدها هاجرت رباي لباكستان مع والدتها ودخلت كلية الطب، وبعدها انضمت للمخابرات الباكستانية. فبيسألها باسان عن السبب اللي انقذته علشانه، وهنا بتعرفه رباي انها عايزاه يساعدها تجيب الراكتبيج من روسيا. فبيسألها باسان عن معنى الراكتبيج، وبترد عليه رباي انها ما تعرفش يعني ايه لكن لازم تجيبه، وده في خلال اسبوع قبل ما جيم يجيبه الاول. وطبعا لو قدر جيم يستولي عليه العالم كله هيتدمر. وبتعرفه ان الراكتبيج موجود في خزنة كبيرة في موسكو. بعدها بيكلم باسان رئيسته نانديني وبيعرفها بالمعلومات اللي رباي قالت له عليها،
وأهمية الركتبيج اللي بالنسبة لهم فنكوش. وبتضطر نانديني توافق إن باسان يسافر مع روباي ويسرقوا الركتبيج من الخزنة. بعدها بيسافر باسان وروباي لموسكو وبينزلوا في فندق قدام البنك، ووقتها بنعرف إن الخزنة مساحتها 9 متر ومحدش يقدر يفتحها بقنبلة ولا حتى ليزر. وقفل الخزنة ومفاتيحها مع 2 وواحد اسمه جانجا، وده معاه القفل والمفتاح مع واحدة اسمها كاري. وطبعا كل واحد فيهم ليه نقطة ضعف، ودي اللي هيلعب عليها باسان علشان يقدر يسرق المفتاح والقفل. وبتبقى نقطة ضعف جانجا حبه للبنات، وبتروح روباي للمكان اللي بيسهر فيه جانجا طبعا، واول ما بيشوفها بيعجب بيها وبتاخد روباي بصمات ايده بطريقة معينة. بعدها بتروح روباي لباسان تسلمه بصمات ايد جانجا. اما كاري نقطة ضعفها اقراص المنوم، وبيقدر باسان يدخل على كاري الاوضة بعد ما بتنام وبياخد بصمات ايديها. بعدها بيجيب باسان 2 طيارين محترفين بس سكرانين علشان ينقلوهم للبنك. وبالليل بيروح باسان يتفق مع واحدة من بنات الليل انها تشغل جانجا علشان يقدر يدخل مكانه الخزنة. بعدها بتسأله روباي عن ديانته، وبيحكي لها باسان انه اتربى في ملجأ وبعدها دخل ملجأ الاحداث وبعدها الاصلاحية وما يعرفش مين اهله، لكن بلده الحقيقية اللي اتربى فيها وكبر وعشان كده انضم للجيش الهندي هي الهند. ووقتها بيعرفها باسان اول مهمة ليه كانت في 2002 لما راح افغانستان ودخل في مهمة مشتركة مع الجيش الامريكي. وبنروح للقاعدة العسكرية الامريكية في افغانستان، وكان هدف الجيش الامريكي يخلصوا على واحد اسمه صلاح الدين، ولما حددوا مكانه طلعوا صاروخ يضربوه بيه. فكان صلاح الدين مدرس في مدرسة دينية، ولما عرفوا اهل البلد بالصاروخ طلعوا يجروا، لكن المشكلة ان فضل في المدرسة 30 طفل والصاروخ قدامه دقيقة ويضرب المدرسة. طلع باسان طبعا جري على المدرسة وقدر انه ياخد تليفون صلاح الدين ويغير اتجاه الصاروخ على اخر لحظة، وبينفجر الصاروخ بعيد عن المدرسة وبيتصاب باسان ودخل في غيبوبة لمدة شهر. اما اهل البلد فضلوا يصلوا ويدعوا لباسان لحد ما فاق من الغيبوبة، ومن وقتها باسان حسس انهم عيلته وبيحتفل معاهم كل سنة بالعيد. وتاني يوم بيجي وقت سرقة الخزنة وبينفذ باسان خطته، بيقدر يدخل مكتب جانجا ويفتح الخزنة ببصماته ويستولي على القفل. اما روباي بتدخل مكتب كاري وبتفتح الخزنة ببصماتها وبتستولي على المفتاح. بعدها بنشوف روباي وباسان وهم طايرين في الهواء علشان يدخلوا الخزنة، لكن فجأة بتتعطل الطيارة اللي فيها روباي، فبيقطع باسان الحبل المربوط بيه وبينط على الحبل اللي روباي مربوطة فيه وبينجح انه ينقذها، وبيقع على البنك من فوق. فبيركب باسان وروباي أجهزة يثبتوا بيها الحبل المربوطين بيه على سطح البنك، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيدخلوا الخزنة وبينجحوا في فتحها. وبينزل باسان لمكان خزنة ركتبيج يجيبه علشان يخرج. بتحدف له روباي حبل وبتاخد منه الركتبيج، لكن المفاجأة الأكبر إن روباي بتتأسف لباسان وبتقطع الحبل. وهنا بنعرف إنها اتفقت مع جيم علشان توقع باسان في حبها ويقدروا في النهاية يسرقوا الركتبيج. وبتنقفل الخزنة على باسان وبيقع على لوح إزاز يغمى عليه. بعدها بنرجع للحاضر لما بتوصل لانديني والمساعد بتاعها على فرنسا، بيسألها أمول الحكومة قبضت على باسان ولا لأ، وبترد عليه نانديني وبتعرفوا إن الروس قبضوا على باسان وفضلوا يعذبوه بوحشية. وبنشوف الضباط الروس وهم بيضربوا باسان وبيخلعوا له ضافره علشان يعرفوا بيشتغل مع مين. ولما ما قدروش يعرفوا منه اي معلومات دخلوه سجن شديد الحراسة. ولما راحت نانديني تشوفه اتخلت عنه قدام الضابط الروسي وقالت للضابط يقتل باسان برصاصتين وهي هتدفع تمنهم. هنا بيتصدم باسان من كلام نانديني، وتاني يوم بياخدوا الضباط الروس باسان وبينقلوه في قطر الترحيلات. وفجأة بيلاقي باسان نفسه وسط مجموعة من المساجين معهم سكاكين وسلاح وعاوزين يقتلوه. بيفضل باسان يضرب فيهم لكن عددهم بيبقى كبير غير السلاح اللي معهم. وبنشوف باسان وهو طاير على جدران القطر وبيضرب المساجين واحد واحد لحد ما بيتجمع حواليه كل المساجين، وقبل ما يخلصوا عليه بينط واحد على القطر وبيدخل من سقف القطر، وده بيبقى تايجر. وبيهجم تايجر على المساجين وبيفضل يضرب فيهم بقوة، وكمان بيدي الباسان حبوب مسكن علشان يكمل قتال معاه. وبيقوم باسان يقف في ظهر تايجر وبيحاربوا هما الاتنين المساجين لحد ما بيخلصوا عليهم كلهم واحد ورا التاني. وفجأة بينفجر القطر وبينقسم لنصين، وبيقف تايجر وباسان يضربوا الضباط الروس، وبتيجي طيارة هليكوبتر فوق القطر علشان تقبض على باسان.
بصان. فبيمسك تايجر وبصان السلاح الآلي وبيضربوا الطيارة الهليكوبتر لحد ما بيقع القطر من على الجسر، وبيجري بصان وتايجر بسرعة على عربيات القطر قبل ما يقع في البحر، وبيقدروا انهم يمسكوا في اخر الجسر وبينقذوا نفسهم. وبيودع تايجر بصان وبيعرفوا ان عنده مهمة جديدة. بعدها بتوصل نانديني على فرنسا وبتقول للأمول ان رجوع بصان ده علشان يرجع الركتبيج ويخلص على جيم ورباي. وبتروح نانديني للمكان اللي فيه بصان، وهنا بنعرف ان نانديني لما راحت لبصان روسيا علشان تنقذه من غدر الأسرة عرفته ان تايجر في الطريق علشان ينقذه. وبتسأل نانديني بصان عن المعلومات اللي عرفها من رافي، وبيقولها انه عارف ان جيم اشترى صاروخين بس ما يعرفش السبب ولا مكان جيم ولا حتى مكان رباي. فبتطلع نانديني صورة رباي وبتعرفه انها قدرت تعرف مكانها في فرنسا، ووقتها طبعا بيقرر بصان انه يروح لرباي. وبتعرفه نانديني ان الروس خايفين ومتوترين من ظهور الركتبيج ورافضين يقولوا هو ايه. بعدها بيروح بصان يقابل رباي وبيقدر انه يمسكها بمساعدة واحد من فريقه. وهنا بنعرف ان رباي كانت قاصدة ان كاميرات المراقبة تصورها علشان بصان يروح يقابلها، وبتقوله انها هتعترف له بحقيقة الركتبيج. وهنا بنعرف ان الركتبيج ما هو الا فيروس الجدري. فبيستغرب بصان وبيعرفها ان الطب قضى عليه سنة 1980. وبترد رباي عليه وبتعرفه ان كلامه صح، لكن بعض المنشآت البحثية عندها عينات منه عشان لو ظهر مرة تانية يقدروا يعملوا ابحاث ويخترعوا علاج. والعينات دي اللي كانت في روسيا وهما سرقوها من الخزنة. فبيسألها بصان عن السبب في ظهور الفيروس، وكل دول العالم عندها المصل المضاد ليه. وهنا بتفهموا رباي ان الدول عندها المصل الفيروس الجدري القديم، لكن جيم لعب في الفيروس الجديد وجدده وحط عليه شوية حبشتكنات علشان محدش يقدر يعالجه، وده بيبقى اخطر من الاول. وعشان كده خطف جيم العالم صهاني. فبيرجع بصان يسألها جيم بيشتغل لحساب مين، وهنا بتبقى المفاجأة لبصان لما بيعرف ان جيم بيشتغل مع قادر. وبتفضل رباي تأكد له انها ما كانتش تعرف اي حاجة عن خطة جيم وقادر كمان، ولما عرفت رفضت تنضم ليهم. وبتقول له كمان ان الفيروس لو انتشر هيقتل اي حد في خلال ساعات لانه ملوش علاج. فبيضطر بصان انه يثق فيها من تاني ويصدق كلامها. وعايزك توقف دلوقتي وتقول لي في الكومنتات لو انت مكان بصان كنت وثقت فيها فعلا مرة تانية. المهم بيرجع بصان يسألها عن مكان جيم، بتعرفه انه هيقابل دكتور صهاني في المعمل بتاعه بعد يومين. وتاني يوم بيرجع بصان لمقر الجوكر وبيتفاجئ الكل من وجوده. وبيقف بصان يشرح الركتبيج للأسرة ونانديني. بعدها بنشوف رباي وهي بتستقبل جيم، فبيدخل جيم يقابل صهاني وبيسألوا جاهز الفيروس ولا لسه. وبيفرجوا صهاني على كورتين فيهم الفيروس، وبيحاول صهاني يقنعه انه يرجع في فكرته علشان ما يأذيش بلده وشعبه. لكن جيم بيصمم على تدمير الهند، ووقتها بيوصل بصان وفريقه وبيبقوا طايرين في الجو. وبيهجم بصان وفريقه وبيضربوا نار على رجالة جيم. وبيسلم جيم الكورتين لصهاني وبيعرفوا ان لو واحدة فيهم اختفت هيموت قدامها. فبتاخد رباي الكورتين من صهاني، وقبل ما تمشي بيشوفها جيم وبيعرف انها خانته. شفت يعني لو كنت اخترت انك وثقت في رباي من تاني انت لبست يا معلم. المهم بيقتل جيم الدكتور صهاني وبياخد الكورتين وبيهرب. فبيجري بصان وراه بالموتوسيكل على التلج، ووراهم رباي اللي بتقدر انها تاخد واحدة من الكورتين لما بيقعوا من جيم. لكن بيرمي جيم قنبلة على رباي بتقع في المية يغمى عليها وفي ايديها الكورة. فبيضطر بصان وقتها انه يروح ورا رباي ينقذها ويسيب جيم يهرب بالكورة التانية. بعدها بيروح بصان ورباي للمعمل وبياخد لوسرا الكورة اللي فيها الفيروس من بصان بالقوة، وبيأمر رجالته يقبضوا على رباي. ولما بيتعصب بصان وبيعرفوا انها كانت بتساعده، بيقول له لوسرا ان كده آمن لرباي عشان جيم والمخابرات الباكستانية هيدوروا عليها وهيبقوا عاوزين يموتوها. بعدها بتتعرض رباي للتحقيق، لكن بتعرفهم انها ما تعرفش خطة جيم. فبتروح نانديني للمعمل تقابل الدكتور اللي بيفحص الكورة، وبتعرف منه ان الكورة عبارة عن 3 طبقات، والغريبة انهم ملاقيوش سائل الفيروس فيها. واثناء ما بيتكلموا بينقطع النور وبيعرفوا ان جيم اخترق الاجهزة. فبيكلمهم جيم فيديو وبيعرفهم ان
الطبقة 2 من الكورة فيها غاز بيدوب أي حاجة حتى البلاستيك. أما الطبقة الثالثة فيها الركتبيج، وبيلاقي كل الدكاترة اللي في المعمل وكمان نانديني بيظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس، فبتأمر نانديني رجالتها يقفلوا عليها المعمل والباقي يخرج بسرعة. وبيوصل لسرا وباسان وبيعرفوا باللي حصل، وبتقرر نانديني تخلع الماسك وتموت شهيدة طبعا من وجهة نظرها. وآخر طلب بتطلبه نانديني من باسان إنه يخلص على جيم ويموته بأبشع الطرق، وبتشكر باسان وفريقه وكمان لسرا علشان اشتغلت معاهم. وبتروح نانديني تاخد مسدسها وبتقرر تضرب نفسها بالنار قبل ما يفجروا المعمل بيها. وبيمشي باسان وهو بيعيط لما بيسمع صوت واحد من العلماء، ونانديني معاهم لما بيضربوا نفسهم بالنار. بعدها بيطلع جيم بفيديو جديد للسلطات الهندية وبيطلب منهم يرجعوا كشمير وإلا هيدمر الهند بالكورة التانية، وبيديهم مهلة 24 ساعة بس. فبيروح باسان يعذب رافي علشان يعرف منه مكان الصاروخ، وبيقول له رافي انه في افغانستان. ووقتها بيعذبوا رجالة لسرا روباي علشان تعترف بمكان جيم، وبيروح باسان وبينقذها منهم وبياخدها وبيهرب. بعدها بنروح لأفغانستان وبنشوف قادر وجيم وهم واقفين قدام الصاروخ اللي هيضرب الهند. وفجأة بيوصل فيديو لجيم بأن في قرية في أفغانستان اتصابت بالفيروس، وبينصدم جيم وقتها وما بيبقاش عارف ده حصل ازاي. فبيبعت جيم رجالة للقرية، ووقتها بنعرف ان باسان اتفق مع أهل قريته انهم يمثلوا الإصابة علشان ياخدوا مكان رجالة جيم ويعرفوا مكانه. فبيروح باسان وروباي لجيم وبتحصل بينهم معركة كبيرة، وبتقدر روباي تقتل قادر، ولما بيحاول جيم يهرب بيطير باسان وراه وبيضربوا بعض بالنار في الجو. اما روباي بتقف تحارب رجالة جيم بالآلي، ووقتها بتعرف روباي الركتبيج موجود في الطيارة اللي مسافرة على دلهي، والمفتاح اللي هيوقف الكورة مع جيم. فبيحاول باسان انه ياخد المفتاح من جيم وبيفضلوا يضربوا في بعض. اما لسرا بيجهز صاروخ يضرب بيه الطيارة بالركاب اللي فيها ويقضي على الفيروس تماما قبل ما يصيب شعب بالكامل. لكن باسان بيهجم على جيم وبينصب بالسكينة في بطنه، وبينجح انه ياخد المفتاح من جيم ويوقف الكورة. فبيفرح لسرا وكل الفريق بانتصار باسان، وبيرمي باسان جيم من على الجبل. وقبل ما يموت جيم بيطلب من باسان يبلغ الهند سلامه، وبيموت وقتها. فبياخد باسان من جيم وسام الشجاعة وبيحطه قدام صورة نانديني. بعدها بيقابل لسرا باسان وبيشكره على خدماته للبلد، وبيسلموا لسرا ملف فيه مجموعة جديدة من الضباط المصابين، وبيطلب منه يرجع يشتغل في مقر الجوكر ويدافع عن بلده. فبيروح باسان يغني ويرقص مع حبيبته روباي. ودي كانت كل حاجة معانا النهاردة. ما تنساش اللايك والشير، والسلام.